الرسالة جاءت من داخل وزارة الدفاع الوطني مع ضابط سامي في إحدى أسلحة وزارة الدفاع الوطني، تتحدث عن مقتل القايد صالح وأهم التحليلات نتاع أحد ضباط الجيش الوطني الشعبي. وهذا الضابط هذا خاوتي هو وراء تسريبات الأرقام أو البلون تاع الميتاسيون، مخطط التحويلات نتاع وزارة الدفاع الوطني. هذا الشخص هو اللي خرج لي ماتريكيل نتاع الضباط الكبار اللي تعينوا او اللي تحولوا او اللي ترقاوا، وارسلهم وخرجهم في الصفحات. هذا الضابط هو وراء اخراج ورقة ترقية شنقريحة الى فريق. صح، واش يقول فيها؟ القائد صالح تعرض لجناية قتل مع سابق إصرار وترصد في علم الإجرام، وعند كبرى الدول المتقدمة عند حدوث جناية القتل يطرح سؤالين أساسيين: من المستفيد من عملية القتل؟ هذا الشخص كي يموت شكون الناس اللي غادي تستفاد؟ وهل للضحية أعداء؟ هذا الشخص عنده أعداء ولا لا؟ القايد صالح يتوفر فيه كل الشروط باش يموت، كاع الناس عنده الكثير من الأعداء. شكون هما الأعداء والمستفيدين من موت القايد صالح؟ كاين تبون، وكاين شنقريحة، وكاين توفيق، وكاين نزار، وكاين ربراب. هادو الناس اللي غادي تستفاد من مقتل القايد صالح. غادي يقول لي ناس، غادي يقولوا لي تبون وشنقريحة هو اللي عينهم، لكن لما غادي نتحدثوا من بعد غادي تعرفوا انه تبون وشنقريحة كيفاش كانوا مستفيدين من مقتل القايد صالح. الأعداء هم الأعداء نتاع القايد صالح: عصابة العسكر فيها نزار وتوفيق وطرطاق وشريف عبد الرزاق بالقصير وسعيد الباي شنتوف والشلة الكبيرة اللي دخلها للسجن. وعنده عصابة جماعة أموال المنهوبة، جماعة اللي رجال نهب المال، هم حداد وربراب طحكوت علمي كونيناف والجماعة اللي دخلهم للسجن، معناتها العصابة. هادو هما الأعداء تاوعو. غادي نزيدو العصابة السياسية، عنده أو يحيى وسلال ولد عباس والقائمة طويلة. معناتها القايد صالح كانت عنده قائمة كبيرة جدا من الأعداء اللي نحكوا عليهم اللي راهم في الداخل، ونزار هو الوحيد اللي كان في الخارج، هو وبالقصير. عندنا أيضا اللوبي الفرنسي. غادي تقولوا لي كيفاش اللوبي الفرنسي؟ اللوبي الفرنسي بالك تعقلوا الأيام نتاع نقطعوا دابر فرنسا ونقطعوا عليهم الغاز، وهذا العام فرنسا غادي تتسخن على الحطب، وغادي نبدلوا اللافتات، غادي نقولوا اللغه الفرنسيه وردوا فيها الانجليزيه. حتى القايد صالح شهاده، الواحد ما يكذبش، بدل الكثير من تسميات التكانات، قلع اللغه الفرنسيه ودار اللغه الانجليزيه في مكانها. صح، لكن من له تاريخ اسود في قتل والتصفيه؟ شكون من هادو كاع اللي عنده باسي مع القتيله؟ عندنا نزار وعندنا توفيق. هذه نقطة، لأنه نزار وتوفيق هم وراء مقتل بوضياف وبالقايد وقصدي مرباح وغيرهم من الوجوه السياسية والعسكرية آنذاك في التسعينات. هم الوحيدين اللي كانوا يقتلوا بدون رحمة. صح، من يستعمل طريقة جبانة للقتل من الخلف؟ شكون اللي يقتل من الخلف؟ كاين غير الجنرال توفيق، هو اللي كان يدمر الناس باش تقتل الأشخاص. صح. مصدري الموثوق اللي هو هذا الضابط يقول: وزارة الدفاع والذي سرب لنا صحة له تفاصيل مقتل واغتيال القايد صالح وتعمد إصابته بسكتة قلبية. خالد نزار هو الرأس المدبر مع التوفيق يقتله بطريقة غير مباشرة وهو دائما يحرض. صح. الآخر كاين دليل من الأدلة اللي غادي يذكرهم هذا الشخص باللي التوفيق هو اللي قتل الآخر. قال لك: تم استدعاء الأخضر بورقعة وأخذ يحرض فيه، وتعجب الأخضر بورقعة رحمة الله عليه من جبن التوفيق، وتساءل في نفسه: هل هذا التوفيق الشبح الذي يخيف الناس؟ وقد سرد بورقعة نفسه الواقعة. معناتها بورقعة تم استدعائه من طرف الجنرال توفيق وقاعد يحرض فيه على الانقلاب وأخذ تصريحات ضد القايد صالح، وعليها القايد صالح رفد بورقعة ودخلوا للسجن رحمة الله عليه.
بوادر خطة نزار وتوفيق وشنقريحة ظهرت مرتين، ثم بداو يحضروا في القايد صالح مرتين. غادي نذكروا المرتين اللي حضروا فيها جناح توفيق حضروا فيها القايد صالح المقبور، حضروه من عملية اغتيال أو تصفية أو انقلاب ضده. توفيق استعان بديوت لندن اللي راكم تعرفوه، البوق النابح نتاع خالد نزار وتاع توفيق، لابتزاز القايد صالح بفيديوهات تيغن تورين. راكم عاقلين انه قبل مده راهم خرجوا فيديو قصير بزاف يظهر عمليه تيغن تورين من طرف الجماعه المسلحه اللي كانت في تيغن تورين. صورت المروحيه نتاع الجيش طوف حول قاعده الحياه نتاع تيغن تورين. القاعده تاع تيغن تورين، الهجوم اللي صرا في تيغن تورين كان وراءه الجنرال حسن سهر الجنرال توفيق، صح. ونشر بن سديرة مقطع من الفيديو وهدد بنشر كل الفيديو وتسليمه لمحكمة لاهاي الدولية، وقال بالحرف: إما إطلاق جناح توفيق أو أنه سيقدم الفيديو للدول المعنية ولاهاي. هذا دليل رقم 1. دليل رقم 2، الرسالة الثانية لما خرج نزار كتب في تويتر أو في منشور، كتب أنه يطلب من الجيش الانقلاب على القايد صالح. وهذاك الدعوة هذيك كانت دعوة إلى أنصار الجنرال توفيق والجنرال نزار، الأنصار نتاعهم اللي كانوا داخل المؤسسة العسكرية، دعاهم باش ينقلبوا عليه. وتذكرون الحادثة لما تكلم خالد نزار ودعا في منشور له أنصاره للانقلاب على القايد صالح. عملية مثل هذه يجب أن يقوم بها ويعلم بها عدد جد محدود. شكون هما؟ تبون. أنا شخصيا عبد الله محمد أستبعد ذلك، لأنه هذا تبون بالنسبة لي هو فقط واجهة. شنقريحة المنفذ والفاعل. شنقريحة علاش لازم يعلم بها؟ لأنه القايد صالح كان عايش عنده في التكانة. لأنه القايد صالح اللي باش نفهمكم كان عايش داخل مقر قيادة القوات البرية اللي جاي في عين النعجة. كاين خطأ برك. الجنرال حسن، والجنرال حسن ذكرته صح. القايد صالح كان ساكن في الفيلا نتاعو في عين النعجة. عين النعجة راه فيها قيادة القوات البرية. وباش تعرفوا أقوى سلاح في الجزائر هو قيادة القوات البرية من حيث التعداد ومن حيث الانتشار. قيادة القوات البرية عندها الارمينتير نتاعها هو الأكثر تعدادا، وهو في كل بلاصة موجود. حتى في حالة حرب مصالح الدرك الوطني تتحول إلى قوات برية، قوات البرية في الجزائر هي اليد الضاربة في الأسلحة، هي أقوى الأسلحة. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية عندهم المارينز، عندهم رجال البحرية، احنا نسموهم لي مارا، في أمريكا يسموهم المارينز تاع الولايات المتحدة الأمريكية هم السلاح الضارب. وكل قوة في العالم عندها تفوق في سلاح معين. كاين اللي عندها سلاح الجو متفوقة في سلاح الجو، كاين اللي متفوقة في سلاح البحر، وكاين اللي متفوقة في سلاح البر. الجيوش التقليدية الأغلبية نتاعهم هم متفوقين في القوات البرية، صح. وشنقريحة كان هو قائد قوات البرية آنذاك. وكان القايد صالح كان يرقد عنده في التكانة نتاعو في مقر قيادة القوات البرية، كان عنده فيلا. معناتها القايد صالح كان تحت الحماية نتاع شنقريحة لما كان يدخل لدارو ويرقد. قلنا من يعلم بهذه القضية هم نزار التوفيق العقل المدبر، وربراب قال لك الممول، صح. وبالعودة للمستفيدين، من هم المستفيدين من قتله؟ تبون تحصل على منصب رئيس جمهورية والبراءة لابنه، توفيق براءة، نزار براءة والعودة إلى الوطن، ربراب إطلاق سراحه وتحصله على صفقات أولها مصنع للسيارات في الجزائر. شنقريحة استفاد من منصب رئيس أركان، والدليل كرهه القايد هو أنه أصدر قرارات عكسية ضد القايد بمجرد توليه المنصب، وقام بتنظيف الجيش من جنرالات القايد. في هذه ما كذبش، ورانا جايين لها.
بوعزة وسيني حذر القايد مرارا وتكرارا واقترح عليه بتنظيف بعض الأشخاص من على رأس الواجهة السياسية والعسكرية. الخطة خطط لها توفيق ونزار وبإشراف فرنسي، فقد استطاع نزار وتوفيق أن يقنعوا شنقريحة وتبون بضرورة التخلص من القايد صالح، وكان الجنرال الحاج رضوان ولد مباركة هو الوسيط، وكلمة السر كانت في إقناع تبون وشنقريحة بأن القايد أصبح من الضروري التخلص منه، بل راهم دخلنا في حيط. نفذها شنقريحة، فقائد في القايد صالح كان يقيم بفيلا داخل قيادة القوات البرية، وغادي نعاودوا نرجعوا لله، تحت حماية شنقريحة، وأحيانا أو غالبا يتم تزويد الفيلا نتاع القايد صالح بالمأكولات من داخل مقر قيادة القوات البرية. وقضية المقدم بلومي والعقيد محمد ملاك اللي كانوا حاكمين الكيجي أو السرايا العام، فهمكم شو السرايا العام، مقر العام، المقر العام أو مقر السرايا العام، في كل وحدة كبيرة مثل الناحية العسكرية أو قيادة القوات البرية أو قيادة الدرك الوطني أو وزارة الدفاع الوطني، عندهم المقر العام. المقر العام وهو تكنة صغيرة في وسط تكنة كبيرة. وزارة الدفاع الوطني هي وزارة، هي مكاتب، هي خدمات، هي مديريات، هي دي كابين ملا. شكون يحميها؟ شكون يحرسها؟ شكون يقوم بالتشريفات لما يجي كاش قايد كبير يدخل ديك التكانه؟ شكون اللي يشرف على البارك نتاعها؟ شكون يشرف على الكوزينه نتاعها؟ شكون يشرف على الحمايه نتاعها؟ شكون اللي يشرف على النظافه نتاعها؟ كاع هذا الشيء دايرين تكانه صغيره فيها عدد من الافراد المسلحين المجهزين، هم يسموهم المقر العام. هذا المقر العام في كل تكانه كبيره ضخمه أو إدارية، تكنت كده إدارية، عندهم المقر العام هو الكيجي أو كارتي جينيرال، المقر العام. هادو هما المتكلفين بحماية مقر قيادة القوات البرية. شكون حاكمه؟ حاكمه نعاود نولو، كاين بلومي واللي معاه محمد ملاك، العقيد محمد ملاك، المسجونين ب5 سنوات سجن. أما بخصوص هل يستفيد حداد وطحكوت وسعيد وكونيناف من صفقة مقابل الملايير، الجواب إذا حجزوا كل أموالهم فسيضحون بهم، أما إذا كانوا يملكون أموال ضخمة في الخارج فسوف يتفاوضون عليها. صح. غادي نروحوا لأهم الوجوه التي نظفها شنقريحة والوجوه التي جلبها شنقريحة، غادي نذكروهم تقريبا كلهم من اللي بدات المشاكل بيناتهم إلى غاية يومنا هذا. هناك قرارات أصدرها شنقريحة وقام بالتخلص من عدد من الجنرالات المحسوبين على القايد صالح، إما بتحويلهم إلى البرزخ أو تحويلهم إلى السجن. صح. اللواء صواب قتلوه، قائد الناحية العسكرية الثانية ونسيبه. اللواء علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة قتلوه. برلمانيين ووزراء ورجال أعمال، من بينهم نذكر حمادي تاع كوندور. أو حبس ومتابعات قضائية مثل المساعد بونويرة، الفلتر الخاص به، سكرتيره الخاص والمرافق. الرائد عدلان بن سلامة، الكوموندو هذاك اللي كان الطفل هذاك الصغير اللي كان يضل مع القايد صالح يرفد له الكرطاب ويرفد له البروتوكول نتاعو، مدير التشريفات. العميد بوعزة وسيني مدير الأمن الداخلي. العميد بوعزة وسيني مدير الأمن الداخلي وتنصيب العميد راشدي بدلا عنه. رجل الجنرال توفيق. اللواء شواقي مدير المركزي للصناعات العسكرية، ثاني ضحاو به. اللواء لشخم تاع ترانسميسيون دائرة الإشارة والأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، ضحاو به. اللواء تيبوديلات مدير مركز العتاد، ضحاو به. اللواء عكروم رئيس دائرة الإمداد والتنظيم، ضحاو به. أو للتقاعد، كاين اللي خرجوهم للتقاعد مثل اللواء بومعيزة حميد قائد القوات الجوية، وتعيين مكانه اللواء عربة بدلا عنه.
اللواء عربي الحولي اللي هضرنا عليه قبل يومين واليوم قطعوا له راسه. حولي قائد القوات البحرية، هذا ثاني ضحوا به. اللواء فرحاح مهني جاب مدير المالية بوزارة الدفاع، ضحوا به. اللواء قربوعة رئيس لأركان القوات البحرية، لا، هذا اللواء قربوعة جابوه في بلاصة ليطا ماجور نتاع بن مداح. لواء بن مداح هذا كان اللي هو ليطا ماجور، هو دوزيام بوست في البحرية، طلعوه ردوه قائد للبحرية وجابوا اللواء قربوعة رئيس معه. كما قام بتنصيب العميد صديقي كمدير مركزي للعتاد خلفا للواء تيبوديلات. صديق له وسبق له العمل معه لما كان شنقريحة في الناحية العسكرية الثالثة. ما زال باقي واحد آخر. كما قام بتنصيب اللواء سالمي باشا قائد للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال خلفا للواء قريد سليم الذي منحه منصب مدير الصناعات العسكرية خلفا للواء شواقي. كذلك سبق للواء سالمي باشا العمل مع شنقريحة في بشار. حاجة واحدة أخرى، احتمال يبقى احتمال وارد أنهم عندهم معلومات على مقتل القايد صالح في غرفته، لأنه الكثير من المعطيات أنه مراد نحاوه هذيك الليلة أنهم كانوا واجدين مباشرة أقل من 7 ساعات أو 8 ساعات تم تعيين شنقريحة قائد للقوات البرية. القايد صالح عنده الكثير من الأعداء في الداخل وفي الخارج. القايد صالح كان حجرة عثر أمام الكثير من الأشخاص أو الكثير من أفراد العصابة اللي دخلهم للسجن، من بينهم حتى جنرالات في الجيش، وعندهم الولاء، لأنه الجيش مبني على الولاء وليس مبني على الكفاءة كما راكم تشوفوا في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى وهو يبغي ترامب بصح المهنة نتاعو والاحترافية نتاعو تفرض عليه أنه يتعامل بروح القانون وبروح الدستور، ماشي كيما احنا اللي مرك تابع لفلان. ها مات القايد صالح، كاش ما شفتوا الانصار نتاعو خرجوا احتجوا وقال لك نطالبوا بتحقيق. ما ينجمش يطالب بالتحقيق. علاش ما ينجمش يطالب بالتحقيق؟ لانها ليست دولة قانون، لانها دولة تليفون. شكون اللي راه ربها اليوم؟ راه ربها جنرال نزار وتوفيق. نحن ندين بديانة نزار والتوفيق. يروح نزار والتوفيق يجي ان شاء الله يكون يجي مايش عارف كاع واحد فرنسي يعبدوه، ما عندهمش مشكلة، لأنهم ما يتبعوش الحق وما يتبعوش العدالة، يتبعوا واش يقول فلان واش يقول فلان. هذه هي. كاين واحد آخر يسموه الطبيب الخاص بالفريق القايد صالح، يسموه عبلة منصور. هذا عبلة منصور طبيب شبيه مدني أيضا، عنده معلومات على سبب مقتل القايد صالح، لأنهم ما داروا لا لوطوبسي لا والو. مات داروه فوق دبابة ورسلوه لعين النعجاء، رسلوه للعالية، وخرجوا جماعة الماراطون جراو معاه، داروا فيديوهات معاهم الموسيقى الحزينة وكملوا الملف نتاعو صاي. وراه عاود دخل توفيق، خرج توفيق من الحبس وجا نزار من الخارج، ورانا رايحين في الحيط بخطى مباشرة. إن شاء الله ربي يجيب الخير، ربي يبارك فيكم. نشكر هذا الضابط اللي عطانا هذا التقرير على حساب التحليلات نتاعو.